خدش بطانة الرحم بالمنظار الرحمي كخطوة تحضير للحقن المجاني. زي ما قلنا قبل كده وبنؤكد ان منظار الرحم هو خطوة غير أساسية وغير ضرورية للحقن المجاني، ولكن ثبت علميا انه بيزود نسب الحمل، بيزود فرص ثبات الأجنة. بس علشان استفيد بمنظار الرحم بشكل كويس لازم اعمل في المنظار حاجة اسمها خدش بطانة الرحم. وخدش بطانة الرحم هي فكرتها ببساطة ان احنا بنجدد الخلايا اللي موجودة في بطانة الرحم بشكل معين جراحي علشان نزود فرص الدم اللي موجودة بعد كده لما تتجدد هذه الخلايا. وخدش بطانة الرحم بيتم بطرق كتيرة جدا، منها طرق تقليدية قديمة ومنها طرق حديثة عن طريق استخدام المقصات الجراحية داخل بطانة الرحم. المهم ان انا لو هعمل منظار لبطانة الرحم او لخدش بطانة الرحم انا محتاج نقطتين مهمين جدا. اول نقطة توقيت المنظار اللي هو لازم يتم في وقت معين يكون مناسب للي انا بعمله، وما يكونش قريب جدا من نقل الأجنة ولا يكون بعيد جدا عنه. رقم 2 هو طريقة خدش بطانة الرحم، ودي طريقة كل دكتور بيعمل بطريقة معينة. المهم ان احنا في النهاية نوصل ان خدش بطانة الرحم يتم بالطريقة السليمة علشان نوصل لأقصى استفادة من منظار الرحم.